هذا الشيء اللي وقع مؤخرا ما بين المغرب والإمارات ماشي مجرد لقاء دبلوماسي عادي، ماشي غير تصافحوا وتوقيع بروتوكول، لا، هذه لحظة تاريخية، لحظة اللي كترسم لنا مسار جديد للتنمية ومحور اقتصادي اللي غادي يقلب الطابلة على بزاف د الحوايج في المنطقة. نتخيلوا معايا واحد الورش ضخم، ورش كيبدا من الخليج وكيصالي في المحيط الأطلسي. الملك ديالنا أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس الله يشافيه ويعافيه دار زيارة خاصة جدا للإمارات لأبو ظبي بالضبط، وتلاقى مع خوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. تلاقي كان في القصر الأزرق، وتحت دوك القاعات وقعت توقيعات اللي ماشي عادية، توقيع على إعلان شراكة مبتكرة وراسخة. هذا الإعلان هو البداية ديال حقبة جديدة ديال التنمية المشتركة، استثمارات بالملايير، ماشي بالمليارات القليلة، بل بالملايير اللي كتركز على المستقبل. فاش كنقول شراكة مبتكرة وراسخة راه كنقصدوا بها جوج حوايج مهمة. أولا مبتكرة حيث كتركز على قطاعات المستقبل والتكنولوجيا بحال التخزين ديال البيانات والطاقة المتجددة اللي هي المستقبل ديال العالم كامل. وثانيا راسخة يعني عندها بعد استراتيجي طويل الأمد مبني على الثقة السياسية والاقتصادية المتبادلة. يعني هاد الشيء ماشي ديال اليوم وغدا، هاد الشيء ديال العوام الجاية، ديال الأجيال القادمة. أهم حاجة اللي خصنا نفهموها اليوم هي أن هاد الشراكة غادي تقيس لنا بزاف القطاعات الحيوية في المغرب، قطاعات حاسمة. غادي نهضروا على القطار الفائق السرعة اللي هو مشروع ضخم ومهم للبنية التحتية ديالنا. غادي نهضروا على أنبوب الغاز النيجيري المغربي الاستراتيجي اللي ماشي غير مشروع مغربي نيجيري، بل هو مشروع كيهم تقريبا 12 دولة إفريقية أخرى. هاد الشيء كيعني أن المغرب غيولي قاعدة لوجستيكية جهوية بامتياز، قوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة ديالها. وغادي نشوفوا كيفاش هاد الاتفاقيات غطات الأمن المائي والطاقة والفوسفات والتعاون في الفلاحة والصيد البحري وحتى في السياحة والعقار. وغادي نوقفوا عند الاتفاقية اللي جمعات عملاقين عالميين، أدنوك الإماراتية والمكتب الشريف للفوسفات. هادشي كامل كيحطنا قدام واحد التكتل اقتصادي اللي عنده القدرة باش يغير قواعد اللعبة الإقليمية كاملة. إذن هادشي كامل اللي وقع واش غيخلي المغرب يدخل واحد المستوى آخر من التنمية والاستقرار الاستراتيجي؟ واش هادشي هو الإجابة على التطلعات ديال الشعبين الشقيقين؟ هادشي اللي غادي نفصلوا فيه حرف بحرف. وقبل ما ندخلوا في هاد التفاصيل الضخمة، تفاصيل الإعلان اللي سميوه إعلان أبو ظبي، بغيت منكم واحد الطلب بسيط ولكن مهم بزاف بالنسبة لنا في المجهول السياسي. بغيتكم كاملين دابا تكليكيو على زر الاشتراك، تفعلوا الجرس، وبطبيعة الحال خليو لنا واحد اللايك لهذا الفيديو باش يوصل أكبر عدد ممكن من الناس. الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا ديما نبحثوا عليكم على الحقيقة ونوصلوها لكم بالتدقق والتحليل. يلا ديروا هادشي دغيا ونتلاقاو باش نبداو تفكيك هذا الورش التاريخي. يا سلام على هذه الخطوة، فاش كنهضروا على زيارة خاصة للملك اللي ما كتكونش معلن عليها بشكل كبير وتكون مفاجأة وكتسفر على توقيع إعلان بحال هذا الإعلان اللي وقع في قصر الوطن في أبو ظبي، راه كنكونوا قدام شي حاجة اللي ماشي سهلة. العلاقة الثنائية ما بقاش علاقة تعاون تقليدي، لا، تحولت لشراكة استراتيجية عميقة. واش فهمتوا معايا المغزى ديال هذه الكلمة؟ هذه رؤية مشتركة بعيدة المدى، ماشي مجرد اتفاقية كنسنيو عليها اليوم وننساوها غدا. كما قلنا كلمة مبتكرة عندها علاقة بالتركيز على القطاعات اللي غادي تحكم المستقبل. الإمارات والمغرب شافوا باللي التنمية ما بقاش غير في البنية التحتية الكلاسيكية، خصها تدخل في الرقمي. داكشي علاش كان توقيع على مذكرة تفاهم حول شراكة استثمارية في مشروعات تخزين المعلومات أو ما يسمى الداتا سنترز. هذا القطاع هو اللي كيعكس البعد المبتكر لهذه الشراكة. تصوروا معايا دابا واحد القاعدة لوجستيكية إقليمية في المغرب عندها بنية تحتية رقمية ضخمة ومدعومة باستثمارات إماراتية قوية. هذا الشيء كيعزز المكانة ديال المغرب كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة ديالها. أما كلمة راسخة فهي كتأكد على البعد الاستراتيجي الطويل المدى. هذه الشراكة مبنية على الثقة السياسية الكبيرة وكتستهدف خلق مشاريع اللي عندها واحد الأثر هيكلي مستدام. يعني ماشي غنصايبوا شي حاجة بسيطة، لا، غادي نخدموا على مشاريع ضخمة اللي غادي تغير وجه الاقتصاد في المغرب. أول حاجة غطاتها هذه الاتفاقيات اللي كتوريكم الجدية ديال العمل هي البنية التحتية والنقل. كان واحد التركيز واضح على التحديث والتوسيع ديال البنية التحتية ديالنا باش نوليو فعلا قاعدة لوجستيكية إقليمية. أهم مشروع هو القطار الفائق السرعة أو TGV.
التوقيع كان على مذكرة تفاهم باش نديروا شراكة استثمارية في هذه المشروعات ديال القطار السريع. هذا المشروع ماشي غير غيسهل التنقل بين المدن، ولكن غيعطي قيمة مضافة ضخمة للاقتصاد الوطني ويسهل الحركة التجارية. بالإضافة للتي جي في، كانت مذكرة تفاهم مهمة في 1. المطارات، تعاون استثماري في قطاع المطارات. 2. الموانئ، تعاون استثماري في قطاع الموانئ. يعني البنية التحتية كاملة من الأرض للسماء للبحر غادي تكون مستهدفة بالتطوير والاستثمار المشترك القوي. هذا الشيء هو اللي غيرسم لنا محور جديد، محور كيمتد من الخليج حتى الأطلسي. الأمن الاستراتيجي والطاقة، أنبوب الغاز اللي غيقلب المعادلة. في القطاع ديال الطاقة والموارد الطبيعية، هذه الشراكة عكسات الطموحات الإقليمية والدولية ديال البلدين. كاين جوج المحاور كبار هنا، الغاز والفوسفات. 1. أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، هذا مشروع استراتيجي بكل المقاييس. التوقيع كان على مذكرة باش نديروا شراكة استثمارية مرتبطة بهذا المشروع الضخم. خاصكم تعرفوا أنبوب الغاز ماشي غيهم المغرب ونيجيريا، بل غادي تستافد منه حوالي 12 دولة إفريقية. هذا الأنبوب كيعطي للمغرب واحد الدور ريادي في إفريقيا وكيعزز الأمن الطاقي ديالو وديال جيرانو. 2. الطاقة المتجددة، كانت مذكرة التفاهم بخصوص شراكة استثمارية في مشروعات قطاع الطاقة اللي كتشمل بالأساس الطاقة المتجددة. هذا الشيء كيوري بلي الإمارات والمغرب واعين بأهمية التحول الطاقي النظيف. 3. الأمن المائي، أيضا الأمن المائي كان حاضر في قلب الاتفاقيات بتوقيع مذكرة على شراكة استثمارية في قطاع الماء. هذا الشيء ضروري خصوصا في السياق ديال التغيرات المناخية. 4. الفوسفات، أدنوك و OCP، هنا فين كنشوفوا التلاقي ديال العملاقين. التوقيع ديال مذكرة التفاهم بين أدنوك الإماراتية والمكتب الشريف للفوسفات OCP. أدنوك هي عملاق في الطاقة و OCP عملاق في الأسمدة. هذا التعاون غادي يفتح الباب لخدمة مشتركة بيناتهم في جوج ديال القطاعات اللي كتشكل قلب الاقتصاد العالمي، الطاقة والأسمدة. هذا الشيء عنده أثر كبير على الأمن الغذائي العالمي. الشراكة ركزات كذلك على تنويع الاقتصاد وتأمين المستقبل الرقمي والغذائي ديال المغرب. هذا الشيء شامل وعام. الفلاحة والصيد البحري، كانت شراكة استثمارية في هذه القطاعين الحيويين. السياحة والعقار، شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار. هذا الشيء كيعني أن المشاريع السياحية والعقارية اللي غادي تجي ماشي عادية، بل عندها بعد استثماري ضخم. هذا الشيء كامل الخوت كيتنزل في إطار واحد الشراكة الإنمائية العامة اللي تم التوقيع عليها. يعني كاين غطاء مالي قوي وغطاء استثماري غيضمن الاستدامة ديال هذه المشاريع كاملة. شوفوا، هذا الشيء كامل ما يمكنش ينجح بلا واحد الغطاء مالي قوي وبنية مالية متكاملة. داك الشيء علاش كانت مذكرة للتعاون المشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرأسمال. الهدف هو ربط الأسواق المالية بين البلدين. فاش كنهضروا على ربط الأسواق المالية، راه كنهضروا على تسهيل التدفقات المالية وتأمين التغطية المالية للمشاريع الضخمة اللي غتكون عابرة للحدود. المشاريع الضخمة بحال أنبوب الغاز والمشاريع الداخلية بحال القطار السريع. هذا الغطاء المالي القوي غادي يعزز المكانة ديال المغرب كقوة اقتصادية. هذه اللحظة التاريخية اللي كنعيشوها اليوم وهذا التطور النوعي في العلاقات كيبين لنا باللي العالم العربي كيقدر يدير تكتلات اقتصادية قوية اللي كتغير قواعد اللعبة. هذه ماشي مجرد مجموعة من الاتفاقيات، بل هي بداية ديال مرحلة جديدة ديال التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الرباط وأبو ظبي. كاين اللي كيقول باللي حنا دابا قدام تكتل اقتصادي يغير قواعد اللعبة الإقليمية. واش هذا الشيء اللي كنشوفوه الآن هو اللي غادي يعيد تعريف المستقبل التنمية في المنطقة؟ هذه الشراكة كتنقل العلاقات لمستوى شراكة مبتكرة وكتحط الأساس لمشاريع ضخمة، وهي اللي غادي تحدد المستقبل التنموي والاستراتيجي لسنوات وعقود جاية. كانت زيارة خاصة ما تمش الإعلان عليها حتى اللحظة الأخيرة، ولكن عطات نتائج ضخمة، نتائج ما غاديش نقدروا نتجاوزوها. حنا في المجهول السياسي غادي نبقاو نتبعوا معاكم هذا الورش بالتفصيل، وغادي نحاولوا نفكوا الأبعاد الاستراتيجية ديال كل مذكرة تفاهم وقعات ونشوفوا الآثار ديالها مباشر على المواطن المغربي.
هذا الورش الكبير اللي كيربط جوج الزعماء اللي بيناتهم الثقة متبادلة، الشيخ محمد بن زايد والملك محمد السادس، كيحط واحد النقطة جديدة في الخريطة ديال التعاون العربي الإفريقي. هذه ماشي غير اللحظة ديال التعاون، بل لحظة ديال أخوة عربية متجددة وفتح آفاق رحبة للاقتصاد والتجارة. الخلاصة ديال هذا الشيء كامل، حنا كنعيشوا واحد التحول نوعي، تحول اللي كيركز على البنية التحتية المتطورة، التكنولوجيا المستقبلية، تخزين البيانات وأمن الطاقة والماء. هذا الشيء كامل مدعوم بواحد الغطاء استثماري ومالي اللي ما فيهش المزاح. المغرب كيعزز المكانة ديالو، والإمارات كتحط الثقة ديالها في بلد شقيق مستقر وبنية تحتية جاهزة للاستثمار. هادشي اللي كاين اليوم الخوت، وكنتحملوا المسؤولية ديال هاد التحليل ديال الأبعاد ديال هاد الشراكة. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة ديالكم وعلى الثقة الغالية اللي كتعطيوها لينا ديما. كنتمنى تكونوا استفدتوا من تفكيك هذا الإعلان الاستراتيجي. نساو شي حاجة سميتها التعاون التقليدي، حنا دابا في حقبة ديال الابتكار والرسوخ. تابعونا ديما وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية اللي غادي تكون تكملة لهذا الموضوع الحساس، لأن ردود الأفعال الإقليمية غادية تبدا تبان وغادي تكون عندها أهمية كبيرة اللي خصنا نوقفوا عندها. تهلاو فراسكم وإلى اللقاء.